أهلا وسهلا بيكم أعزائي المشاهدين ومتابعين زواج أونلاين. تحياتي لحضراتكم وتمنياتي ليكم بدوام الصحة والحال. وبنقدم ليكم أجدد عروضنا للزواج الشرعي، فعلى كل الجادين الراغبين في طلب الزواج على كتاب الله وسنة رسوله التواصل معنا. وبنأكد لحضراتكم إن طرق التواصل معنا هي هنا على اليوتيوب أو على الإيميل الخاص بالقناة على الفيسبوك، وسايبين لحضراتكم الرابط بتاع الإيميل موجود في الوصف بتاع القناة. ده لو حضرتك حابب تتواصل معايا ويكون في خصوصية أكتر تقدر تتواصل معايا على الإيميل الخاص بالقناة زي ما احنا بنقول لحضرتك. وفي الحالتين بإذن الله إذا كنت بتتواصل معايا هنا على اليوتيوب أو على الإيميل الخاص بالقناة هيتم الرد على طلب حضرتك أو على استفسارك في أسرع وقت ممكن بإذن الله. وعلشان المشتركين الجدد اللي معانا على القناة فبأكد ليهم إن إحنا بنقدم هذه الخدمة مجانا لوجه الله فقط وبدون أي مقابل مادي. فربنا يقدرنا إن إحنا نقدر نوفق راسين في الحلال ونكون عند حسن ظن الجميع بإذن الله. وأحب أقول لحضرتك أو حضرتك لو أنتوا بتشوفوني لأول مرة ومهتمين بالنوع ده من الفيديوهات وعروض الزواج، يبقى اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس على الكل علشان يصلكم كل جديد من عروضنا اللي احنا بنعرضها باستمرار، علشان نقدر نساعدكم في اختيار شريك العمر المناسب ليكم. وأيضا بقول لأصدقائنا ومتابعينا اللي دايما بيدعمونا، بقول لهم ما تنسوش اللايك وشير للفيديو تشجيعا ودعما منكم لنا، علشان نقدر نستمر في نشر المزيد والمزيد من عروضنا ونقدر نساعد كل الناس الجادة في إيجاد الزوجة المناسبة أو الزوج المناسب ليهم. وعلشان ما اطولش على حضراتكم نبدأ عرض النهاردة ونخش في التفاصيل. عرض اليوم لمدام أرملة على قدر كبير من الجمال والاحترام، وهي غير مصرية، إنها سورية تقيم في مصر، وهي بدون أولاد. نفسها إن ربنا يرزقها بشخص محترم يتقي ربنا فيها ويصونها ويعيشها عيشة مستورة، ويكون جاد وقادر إن هو يتحمل المسؤولية. وهي حاليا بتقيم في محافظة القاهرة، وزي ما أنا قلت لحضراتكم في بداية العرض هي غير مصرية، هي سورية. السن في أوائل الأربعينات، وهي لا تقبل التعدد. يعني يا ريت اللي تواصل معايا بخصوص العرض ده ما يكونش بيدور على زوجة تانية، لأن زي ما احنا قلنا هي لا تقبل التعدد. ربنا يقدم لها كل الخير ويرزقها بالشخص اللي مناسب ليها، اللي يتقي ربنا فيها ويصونها ويحافظ عليها ويكون سند ليها. وبرجو مشاهدة العرض جيدا من البداية للنهاية علشان تكون عارف جميع التفاصيل الخاصة بالعرض، علشان العرض لو مناسب لحضرتك وانت فيك المواصفات المطلوبة من قبل صاحبة الإعلان تتواصل معنا برسالة فيها بياناتك الشخصية العرضة عليها. البيانات زي ما انا بقول لحضراتكم، علشان برضو المشتركين الجدد اللي معانا على القناة لو حابين يتواصلوا معانا، البيانات زي السن والاسم ومكان الإقامة والحالة الاجتماعية ومؤهلك الدراسي وعمل حضرتك وأيضا مكان إقامتك. نرجع تاني ونكمل باقي تفاصيل العرض ونقول مواصفات الزوج: يكون رجل محترم وعلى خلق، ملتزم دينيا ومصلي، يكون قريب جدا منها في السن، عنده دخل ثابت أو عمل ثابت. يستحسن بالنسبة لها إن هو يكون ميسور الحال وهو يكون قادر يعيشها في عيشة مستريحة ماديا، فربنا يقدم لها كل الخير إن شاء الله. وهي مش محددة مكان إقامة، ما عندهاش أي مشكلة، ممكن تقيم في أي مكان، بس زي ما أنا قلت لحضراتكم يكون الشروط في نفس في الشروط في الشخص المطلوبة. فاللي شايف من حضراتكم بياناتها مناسبة ليه هو في المواصفات المطلوبة، يا ريت يتواصل معنا برسالة فيها بياناته الشخصية. البيانات زي ما احنا قلنا العرض عليها، وربنا يقدم الخير للجميع ويرزق الجميع بالأحسن والأفضل ليه إن شاء الله. وبكده العرض ده بيكون خلص، لكن عروضنا لسه ما خلصتش، فتابعونا باستمرار. ومع زواج اونلاين هتلاقي الاحسن والافضل ليك معانا ان شاء الله.